نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر. السلام عليكم. اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة تشاورية في الرياض بحثت في عدد من القضايا أبرزها الأوضاع في اليمن والبحرين والعلاقات المتوترة مع إيران وأمن المنطقة. وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إن المجلس كلف وزراء خارجيته بالحوار مع الرباط لبحث انضمام المغرب للمجلس. وقد رحب قادة دول مجلس التعاون بطلب الأردن الانضمام إلى التكتل ووعدوا بدراسة هذا الطلب. عادة تعقد دول مجلس التعاون الخليجي قمتها التشاورية في شهر مايو أيار من كل عام دون أن تضع لها جدول أعمال، لأنها تخصص لبحث ما تعتبر ملفات ساخنة. وتعتبر القمة الحالية ذات طابع يميزها عن سابقاتها منذ أن تم إقرار القمم التشاورية قبل 12 عاما، نظرا للتحولات والتطورات التي تشهدها الساحة العربية عموما والخليجية على وجه الخصوص. ومع ذلك فقد كانت مناسبة لبحث إمكانية توسيع التجمع. بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الطلب، وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. وبناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، فقد فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.